ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد وفيديو كده حلو قوي، روتين من روتينات اول الشهر الجميله اللي بجد بستمتع جدا وانا بصورها وانا بتفرج عليها. فتابعوا بقى معايا الفيديو الاخر، ان شاء الله الفيديو عجبكم. واول حاجه كده ما تنسيش تحطيلي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. اول الشهر بقى يعني الدلع كله، فبكون مطحونة جدا جدا وبكون يعني بعمل حاجات كتيرة قوي. المهم ايه، كل بقى الفيديوهات اللي انا عامله لها متابعة كلها طبعا فيديوهات للاكل والمطاعم وادوات منزلية وحاجات زي كده. فكل فيديوهات الاكل بتبعتلي العروض اللي بتتعمل في نفس اليوم. من ضمنهم بقى كان حطباوي، لقيته كده بعتلي العرض القمر ده، وقال ان العرض ده لمدة يوم واحد فقط، اللي هو يوم 1/2 زي ما شفتوا معايا في الريسيت. فالمهم قلتله السندوتشات اللي انا هطلبها دي، اللي انا شايفاها في الفيديو هي اللي هتجيلي في البيت ولا بيبقى الشكل حاجة ولا هيوصل لي البيت حاجة؟ قال لي يا فندم اللي انت شفتيه في الفيديو هو اللي هيوصلك ان شاء الله. فالمهم طلبت بقى الاوردر القمر ده، سندوتش بقى كده ايه، شرايح فراخ، هي شبه شرايح الفراخ البانيه، ومعاه كمان واحد برجر. فده كده كان شكل سندوتش الفراخ، يعني هو بيتحدث عن نفسه. بصراحة العيش كان طازة جدا، والسندوتش كده كان عملاق وحلو قوي. والعرض كان عبارة عن 2 سندوتش، واحد برجر لحمة، وواحد تاني سندوتش فراخ كده، يعني تتبيلتها برضو مختلفة شوية، مش معتادة أنا عليها. وطبعا بقى الصوصات كده كانت غرقان صوصات بقى، بيك تيستي مع البرجر. مش عايزه اقول لكم حبايبي بقى اللي متابعيني عارفين مدى عشقي لصوص البيك تيستي. فكان في بقى صوص بيك تيستي كده كتير، وهو كان سندوتش كلاسيك خالص، ما فيش فيه اي يعني اضافات كتيره، ولا موتزاريلا ستيك ولا مثلا بيف، ولا فيه اي حاجه. هو كده شرايح كده من الطماطم، وكمان معاها الصوصات والخس بقى الكرانيش، ومعاه شويه البطاطس اللي انتم شايفينهم دول. وبيجي بقى مع الاوردر 2 من البيك كولا. فلقيت بقى العرض كده حلو على بعضه بصراحة، وشكل السندوتشات عجبني قوي. وحقيقي اللي شفته في الفيديو نفس السندوتشات اللي جاتلي. فالعرض ده كان كله كده على بعضه بالبيك كولا بالبطاطس بكله كده على بعضه، كان سعره 180 جنيه، ودفعت 20 جنيه توصيل. يعني العرض كله على بعضه ب200 جنيه. طب هو يستحق ال200 جنيه بصراحة، هو الجودة كويسة والسندوتشات عجبتني قوي، بالمقارنة بقى لأسعار السندوتشات تانية برا في أماكن كتير قوي. فحطباوي برضو حاجتهم نظيفة جدا، والمطعم أصلا كله على بعضه شكله نظيف وقعدته نظيفة، ويعني كل حاجة عندهم حلوة. جربت من عنده قبل كده اللي هي الفراخ اللي بالحطب، بس الطعم اللي بالحطب ده مش أي حد هيحبه. يعني أنا بالنسبة لي ممكن أكله عادي، إنما البنات عندي قالوا لأ، مش حابين اللي هي الفراخ اللي بالحطب، مش حابين الطعم، أو الطعم جديد عليهم. فالمهم قلت بقى ايه، اروق على نفسي واجيب كده اكل جاهز من بره، واخد كده يوم فري من المطبخ، مش عايزه اعمل اي حاجه في المطبخ ولا اقف في المطبخ ولا اعمل اي اكل خالص. وان شاء الله كل اول شهر كده، او ندى لسه بتقولي فكره جديده، بتقولي يا ماما يوم عيد الحب بقى ان شاء الله كل حد فينا كده يطلب سندوتش هو بيحبه من بره، او يشتري اكله بيحبها، ويبقى كده يوم برضو مميز. فقلت لها خلاص ما عنديش مشكله، هي فكره حلوه عامه، وبرضو يعني التغيير مطلوب. والاول ما كنتش برضه اشتري اي حاجه جاهزه خالص من بره، يعني كان عندي اعتراض جامد جدا ان اشتري اي اكل جاهز من بره، واقعد بقى احسبها، اقول ما انا لو جبت كيلو صدور ب200 جنيه، شوفي بقى هعمل كام سندوتش. وطبعا تفكيري وتفكير الامهات كلها كده. فرجعت كده فكرت فيها تاني وقلت لا، يعني ما انا ادي لنفسي فرصه ان انا ارتاح شويه، وان انا برضو اغير المود واكل كده حاجه على الجاهز. وطبعا اللي بتعرف تطبخ واللي دايما بتطبخ اكتر حد في الدنيا بيحتاج ان هو يعني حد يجيب له اكل جاهز كده، يقول له خد كل الاكل الجاهز ده. فالمهم كانت تجربه لطيفه من عند حطباوي. السندوتشات كانت جميله جدا وطعمها مختلف بالنسبه لي. فاخدت بقى السندوتشات الحلوه دي وشربت بقى البيك كولا. وطبعا ارن بقى على محمد، انا سايبه لك سندوتش على فكره نص ونص. قال لي لا لا لا، انا ماليش انا في اكل السندوتشات الجاهزه والحاجات دي، انا عايزه اكل من البيت. يا ابني انا جايبه سندوتشات جاهزه عشان اريح نفسي وناكل حاجه كده تكون يعني غريبه. قال لي لا، انا هاكل اي حاجه من البيت، ما تشغليش انت ايه بالك بيا، اي حاجه تحطها لي انا هاكل منها. فطبعا بقى كان عندي بقى جبن وحاجات كده ايه، حاجات التلاجة الحلوه دي. فيعني اكله كده بتكون متنوعه برضو هو بيحبها، بطاطس بقى محمره واكل من الحلو ده. انا قلت بقى خلاص بقى فرصة وجات لي، اخدت بقى سندوتش كده منهم وريحت بقى شوية وقمت اشتغلت في البيت.
وبعدها بقى كملت السندوتش التاني وروقت على نفسي اخر روقان. ونور وندى بقى ايه اخدوا بعض كده انقجيه ونزلوا بقى ايه يتفسحوا ويخرجوا بقى، وقالوا هنشتري احنا سندوتشات بقى ايه من بره كده من اماكن برضو لسه فاتحه جديد هنا في دمنهور، وهيروحوا بقى على ميراج ويشتروا بقى حاجات سكين كير، واللي ناقصها بقى حاجه في الميك اب، وانتوا عارفين بقى ايه خروجه البنات كده ومشترياتهم. وبجد انا مبسوطه جدا ان هما بداوا يهتموا بموضوع السكين كير ويشتروا بقى حاجات للبشره، وان شاء الله حابه اصورلكم كده الحاجات اللي اشتروها. فالمهم كده يعني ايه كل حد فينا جاب الحاجة اللي بيحبها. عندي ايتن ونادين مش بيحبوا السندوتشات الجاهزة عشان بقى الطماطم والخيار والخس والصوصات اللي بتنضاف ليها، فهم مش بيحبوا الصوصات دي خالص. فانا بعمل لهم السندوتشات في البيت على مزاجهم هم وعلى الحاجة اللي بيحبوها. فهم بقى ايه بيجيبوا كشري مصري، بيجيبوا اي سندوتشات بطاطس كده سوري بس بدون اضافات برضو، فبيتعاملوا برضو هم كمان. المهم اليوم ده كله كان ايه يعني كل حد اخد اللي على مزاجه. نيجي بقى هنا لترتيب التلاجة، ومن الحاجات كده برضو اللي بحب أبدأ بيها تنظيفات عميقة لشهر رمضان. في فيديو فات عملت معاكم تنظيف الديب فريزر، وحقيقي كان كارثي جدا. لما فتحت الديب فريزر اتصدمت كده من منظر كمية التلج اللي فيه، وكل حاجة فيه ما كانتش مترتبة. فالحمد لله رتبت الديب فريزر، ومرتبة كمان فريزر التلاجة. كان بقى عندي التلاجة كده ايه تاخد لها شاور كده وتتنضف تنظيفة حلوة. هي ما كانتش مستاهلة ان انا اشيل كل الارفف واغسلها بقى على الحوض، بصراحة كسلت اعمل كده والجو برد كمان. فجبت بقى اللي هو جلاصي ملمع الازاز وبدأت ان انا ايه انضفها بيه، بيخليها زي الفل وبيخلي ريحتها حلوة. والفوط بقى المايكرو فايبر دي بتلم معايا كل بقى الرغاوي وكل الحاجات اللي هي بتكون ايه مكان المنظف. وزي ما شفتوا معايا الازاز كده بيكون بيلمع وبتكون نظيفة جدا. اخدت بقى كل الحاجات اللي انا حاسه ان هي مكركبه التلاجة، ظبطت بقى كده العلب اللي كانت فاضيه واي حاجه كده كنت حاسه ان هي مكركبه عندي التلاجة، تخلصت بقى من كل الكراكيب. واي كراكيب في حياتي انا بتخلص منها فورا. بجد الكراكيب بتعمل طاقه سلبيه. يعني ممكن تبقى شقتك يعني انت حاسه ان هي مش مترتبه ومتبهدله، ورغم ان انت بتشتغلي فيها على طول وايدك فيها على طول، بس للاسف الشديد عندك كراكيب. فالكراكيب عامة سواء في تلاجة في ديب فريزر في البيت عامة بجد من أسوأ الحاجة. فالتخلص من الكراكيب دي خطوة جميلة جدا وبداية الراحة النفسية. فاحنا الأيام دي كده كلنا بنعمل تنظيفات، وانا شخصيا بحب بقى اشتغل في الوقت الضايع بقى. الفترة دي كده تلاقيني عمالة بقى ايه يعني اعمل كل يوم حاجة، اعمل مثلا حاجات تفريزات ناقصاني حاجات زي كده. رغم ان نزلتلكوا تفريزات مقبلات في القناة التانية عشان برضو تبدأوا ان انتوا تعملوا اي حاجة بقى تاخدي خطوة كده وتبدأي تعملي كل يوم حاجة هيعدي من عليكي. وان شاء الله بكرة هنزلكوا فيديو مشتريات لحوم وفراخ بالاسعار اللي انا شارية بيها، لان انا فجأة لقيت تفاقم في الاسعار غريب جدا. يعني الفراخ وصلت عندنا الكيلو ل100 جنيه، بعد ما كان سعرها مثلا 59 60، بدأت تبقى 64 67، وصلت ل70 و75. انما حاليا سعر الفراخ ب100 جنيه الكيلو، فبرضه سعرها اوفر جدا. فممكن نستنى شوية اسبوع ولا حاجة جاي سعرها ينزل. فانا مش عارفة بصراحة هينزل ولا السعر هيفضل في العالي كده او هتزيد اكتر من كده. لسه محدش عارف. اسعار الفراخ المجنونة زي اسعار الطماطم بالظبط، كل يوم بسعر. فالمهم انا كنت شارية اصلا اللحوم والفراخ والحاجات دي تقريبا من الاسبوع اللي فات او من 10 ايام، فكنت شارية بأسعار غير اللي موجودة دلوقتي خالص. فعشان كده ساعات اقول لكم الحاجة احسن من الفلوس. يعني الفلوس لو موجودة معايا وكيلو الفراخ انا شارية البانيه، شارية 3 كيلو بانيه 500 جنيه، ده لسه من 10 ايام فاتوا. انما حاليا ال3 كيلو بانيه تقريبا وصلوا ل660 او 670 جنيه. فيعني معرفش بحس فعلا ان الحاجة احسن من الفلوس. وانا فاكرة وقت محمد ما اشترالي الفراخ اتخانقت معاه خناقة كبيرة جدا. قلت له انا تعبانة ولسه في فترة نقاهة ومش قادرة اعمل حاجة، وانت شايفني متبهدلة ومش وقت اعمل تفريزات، وكنا استنينا قبل رمضان مثلا بشوية كده وكنت جبت الحاجة. قال لي يا ستي ربنا يقويكي ومش عارفة ايه. المهم اتخانقت معاه خناقة جامدة في اليوم ده، لان هو اصلا عنده زميله بيبيع فراخ، فصاحبه كل ما يقول له محمد الفراخ الفترة الجاية هتولع نار، الفراخ هتزيد. عندي والله النهاردة فراخ بص جميلة جدا وسعرها مش عارفة حلو قوي.
فهو الحاجات دي بتغريه فبيشتري لي بقى، خدي اعملي انت بقى. شيلوهم يا ستي في الفريزر زي ما هما، ما تعمليش تفريزات ولا تعملي اي حاجه، شيلي كل حاجه زي ما هي، اغسليهم كويس وسيبيهم زي ما هما في الفريزر. فبجد اللي يعني الفتره اللي فاتت دي كانت ملخبطه قوي. لسه بقى امبارح بيقول لي الفراخ بكام النهارده، قلت له الفراخ ب100 جنيه. قال لي يعني اللي انا جبته فرق معاكي ولا ما فرقش معاكي؟ مش انت بتحبي تعملي ميزانيه وبتكتبي ميزانيه؟ الميزانيه بقى دي انا اللي وفرت لك فيها، مش انت اللي وفرتي فيها. فبجد اشتريت الفراخ فعلا سعرها غير الايام دي خالص. وبرده كان في عروض على اللحمه البلدي واللحمه المستورده، برضو هتشوفوا معايا الفيديو ان شاء الله كده، الفيديو يعجبكم. ودي كانت ميزانيه لشهر رمضان، فان شاء الله كده اقول لكم برضو على التقسيمه. وربنا بيرزق وان شاء الله يكون شهر خير علينا، حتى لو الاسعار زادت شويه في اللحوم والفراخ. ان شاء الله برضو هنعمل تفريزات ونعمل افكار حلوه جدا. ونزلت لكم افكار تفريزات الوجبات اللي هي يعني ب4 كيلو لحمه. يعني في فيديو اللي هو لسه نازل قريب من كام يوم، عملنا 9 وجبات ب2 كيلو من اللحمه المفرومه. وغير كده بقى كنت شاريه سجق وكبده وقلتلكوا على الميزانيه. وبرضو هتلاقوا فيديوهات الفراخ موجوده هنا في القناه او في القناه التانية برضو، يعني ب2 كيلو من صدور الفراخ او 2 كيلو ونص او كيلو ونص او كيلو صدور فراخ كمان. عملنا برضو بيه وجبات وحاجات حلوة جدا. فراجعوا بقى معايا فيديوهات التفريزات اللي هي نزلت لكم، وانتظروا الفيديوهات الجديدة، هتلاقوا فيها افكار حلوة جدا ان انتي تقسمي وجبات. تقسيمي الوجبات هيفرق معاكي في عدد الايام، وهتلاقي الدنيا معاكي حلوة قوي. فربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ويرزقنا جميعا، ونعمل الخير ونجيب الحلو كله. هنا بقى كنت رتبت كده التلاجة، وخرجت كده كل الاشياء اللي هي كانت محتاجة ان هي تتظبط. جمعت بقى كل الحاجات المعلبة والجبن الزيادة اللي عندي اللي لسه هستخدمها، والتونة وعلب الفول والحاجات دي كلها في المنظمات البيضة دي، جميلة جدا جدا في التلاجة. وباقي بقى الجبن رتبت بقى كل حاجة كده في مكانها. وطبعا علب التلاجة بتختفي من عندي، مش عارفة بتروح فين. يعني كل سنة لازم اشتري علب جديدة على شهر رمضان، ويعني على مدار السنة برضو بشتري علب تلاجة. بس بحس ان هي مع الوقت كده بتبدأ تقل، مش عارفة ليه. فالمهم يعني ان شاء الله شارية كده علب تلاجة برضو جديدة حلوة جدا. وهنزلكوا فيديو مشتريات كده ادوات منزلية نغير بيه المود خالص، ونبدأ كده شهر رمضان بطاقة حلوة كده ونفرح نفسنا ونفرح المطبخ ونفرح الشقة عامة. فانتظروا ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي فيديو مشتريات ادوات منزلية نغير بيه المود خالص. فزي ما شفتوا معايا هنا كده حبايبي، رتبت بقى الجبنة واللانشون والزيتون والمخللات بقى، وكل حاجة رجعت مكانها كده في العلب، بيكون شكلها مرتب وبتخلي شكل التلاجة معاكي متنظم وحلو جدا. مسحت بقى التلاجة ولمعتها، واي بقى بيض زيادة عندي خليته بقى في باب التلاجة. والبرطمانات بقى اللي بشيلها في باب التلاجة عندي اللي هو بقى مثلا بذور الشيا، بذور الكتان، السمسم، حبة البركة، باستري كريم، كريم شانتيه، علب الجبنة. طبعا الرف اللي تحت خالص بيكون فيه ازايز اللبن، بشيل فيه كل علب الصوصات اللي هي مش بتيجي معايا في رف التلاجة. فباب التلاجة عندي الحمد لله برضو مترتب ومتنظم، واتمسح برضو معايا مع مسحة التلاجة. هبدأ بقى هنا ارجع كل حاجة مكانها. الرف بقى الاخير خالص ده يعني اقل استخداما ليا، فبشيل بقى فيه اللي هي مثلا علبة الجبنة دومتي دي، من اسوأ التجارب اللي جربتها. الجبنة دومتي البراميلي العلبة الكبيرة دي منصحش اي حد خالص انه يجيبها، طعمها وحش جدا وطعمها مالح قوي، ما تحسيش ان انتي بتاكلي جبنة. فممكن الجبنة الفتة بتكون افضل من الجبنة البراميلي دي، مش حلوة خالص. فدي من التجارب السيئة اللي منصحش اي حد خالص ان هو يجيبها. بس يعني هستخدمها بقى في السمبوسة والحاجات دي. وشلت بقى علبة الصلصة الكبيرة، والسمنة بقى اللي كنت عاملاها كده مسيحاها من القشطة. ورتبت بقى التلاجة زي ما انتوا شايفين بقى شكلها مترتب. وتلاجة اول الشهر دايما بيكون فيها الخير كله. مهما اجيب طول الشهر حاجات للتلاجة، بحس ان اول الشهر دي لا ليها طابع خاص كده. فربنا كده يملى كل بيتكم بالخير ويديمها نعمة ويحفظها من الزوال. رتبت بقى التلاجة وغسلتها ونضفتها، وان شاء الله هشتري لها كده مفارش بقى اللي هي شكل الخيامية واهل الرمضان والحاجات دي. فان شاء الله هعملها زي تنظيفة بقى سريعة، يعني قبل دخول رمضان بقى بكام يوم كده برضو هعمل لها تنظيفة حلوة. تعالوا بقى هنا نخرج بقى بره البيت ونتفسح كده، ونشوف بقى الاجواء والاماكن كده اللي موجوده هنا في دمنهور. واقول لكم برضو على الهايبرات اللي عندها عروض حلوه قوي.
طبعا اليوم ده يعني انا خارجه من البيت كانت الساعه تقريبا 4:30 5. فالمهم برضو كان يوم كله اكل اي حاجه اللي هو اللي عمل بيض بالبسطرمه، واللي اكل بطاطس محمره، واللي عمل سندوتشات لانشون، واللي فتح علبه تونه. ويعتبر كده اليوم المفتوح اللي نفسه في حاجه بياكلها. عايزه اقول لكم والله العظيم انا لحد ما بسجل لكم الصوت يعني النهارده انا حاسه ان صوتي وزوري اهدى شويه من امبارح. امبارح كانت الدنيا بايظه خالص معايا، يعني الكحه بقى مش راضيه تسيبني، كحه جامده جدا. فالحمد لله يعتبر النهارده احسن من امبارح. فبجد يعني دور التعب اللي اخدته مظبطني اخر حاجه. ربنا يكفينا يا رب شر المرض، لان المرض فعلا شر. فربنا يعافينا جميعا. هنا بقى انطلقنا بالعربيه، والحمد لله بدون خناق. يعني انا اتخانقت يوم ليله راس السنه لما كنت بتفسح في البلد، وكانت خناقه ما يعلم بها الا ربنا. وجيت بقى اول الشهر اللي فات لما نزلت اشتريت حاجة الشهر لوحدي، بجد ايدي اتبهدلت حرفيا وشلت حاجات تقيلة. قلت له انا مش مستعدة اجرب التجربة دي تاني، انت هتنزل معايا كده نشتري حاجة البيت، ونشوف ايه الحاجات اللي ناقصانا، ونشوف احنا هنشتري ايه، وتكون معايا بالعربية عشان ونلف بقى بالعربية في كل البلد. المهم المقطع اللي فات ده يا بنات كان اللي هو المكان اللي فيه فتح الله والسرة دي، وفي كمان عبد الله الجديد. فاشتريت بقى الحاجات اللي انا عايزاها من المكان ده. وهنا بقى كنا دخلنا كده على ميدان الساعة، وطبعا اوبرا دمنهور. يعني اعملوا سيرش كده عن اوبرا دمنهور، يعني هتلاقوا فيها حاجات حلوة جدا. فهنا بقى كان ميدان الساعة كده، والاجواء برضو كانت حلوة قوي. كنا داخلين بقى على النفق، برضو كان زحمة كده، وفي اجواء بقى وفروشات وحاجات بقى لبس وكل حاجة. فزي ما قلت لكم اليوم ده اخدت دمنهور من شرقها لغربها. برضو قعدنا مدة طويلة برا البيت. مش عايزة اقول لكم بقى البلد كانت زحمة، ومحمد بقى اجيبك منين يا طولة البال، بقيت اقول له معلش استهدى بالله، روق بالك كده صلي على النبي، اهدى كده ان شاء الله يعني نخلص كل حاجة. وكمان انا مش بطلب منك ان انت تخرج معايا كل يوم، ده هي مرة اول الشهر وساعتين كده او 3 ساعات يعني، ولو بقوا 4 ساعات مفيش فيه اي مشكلة. هنجيب حاجة البيت والف كده في البلد واتفسح وارجع تاني البيت، عشان برضو اجدد كده مود. فالمهم كده يا بناتي انا بقى كنا عند النفق شايفين بقى الفروشات دي والمحلات بقى والاجواء. وكمان بقى انا كنت عامله قفل للصوت، صوت بقى اللي هي اغاني رمضان الحلوه. بجد كانت الاجواء حلوه جدا. عديت بقى هنا كده على خير زمان، قلت اشوف بقى الحاجات اللي عنده، لان كنت شايفه كام عرض كده موجودين. بس للاسف لقيت حاجات كتير قوي خالصه، فاشتريت من عنده اللي هي ملوخيه النيل، وجبت من عنده تقريبا معطر فريده وحاجه تانية مش فاكره ايه هي بالظبط. فده فرع خير زمان اللي هو موجود عند جامع التقوى، برضو فرع كبير جدا. خلصنا بقى خير زمان ولفيت كده شويه فيه وطلعت بقى هنا قلت اروح بقى اخر حاجه فتح الله، وبعدين السردي وسوبيكو، وبعدين ميدو، واروح بقى على البيت وكفايه كده قوي. فهنا بقى كنا في طريقنا كده اللي هو ميدان الاستاد، برضو من الاماكن الحلوه جدا. والوقت ده كان هادي بقى كده ورايق، وما كانش فيه زحمه خالص. مجرد بقى ما دخلت جوه عند النادي الاجتماعي كانت الزحمه بقى بدأت تكون جامده جدا. وقتها بقى رحت عند سوبيكو، وده طبعا فرع السردي الفرع الجديد اللي قدام البوابه الخلفيه للنادي الاجتماعي، فرع حلو جدا. وهنا بقى منيسي للمشويات، وكمان ينابيع الشام. وتمشي بقى قدام شوية كده تلاقي بقى ميدو. وختمت بقى المروحة دي كلها واليوم ده بميدو. جبت بقى من عنده برضو شوية الحاجات اللي كانت ناقصاني، وكانت فسحة حلوة جدا في البلد ومحمد قال لي توبة انزل معاكي تاني، قلت له لا مفيش حاجة اسمها توبة، لازم تنزل معايا اللي هو يوم حتى اول الشهر ده نشتري الحاجات البيت اللي محتاجينها، لان انا تعبت الشهر اللي فات جامد جدا. قال لي خلاص ماشي باذن الله كل شهر وانتي طيبه، وتعالوا بقى اخدكم من دمنهور لاسكندريه على طول عشان تتفسحوا معايا في شارع بقى البحر وعلى كوبري ستانلي. واسكندريه دي الحب كله بجد مهما مشي في اي مكان، اسكندريه دي لها كده يعني حته كده في قلبي. شارع البحر وريحه البحر وشوارع اسكندريه وناس اسكندريه، كل حاجه في اسكندريه حلوه بصراحه. فهنا بقى اليوم اللي كنت مسافره فيه فرح ابن عمتي، فلفينا بقى كده على كوبري ستانلي. كنا رايحين فندق اسمه سان رايز، موجود كده يعني في دوران ستانلي تقريبا. فعايزه اقول لكم الاجواء في اسكندريه برضو الفتره دي حلوه جدا، واحسن كمان من الصيف، والجو هادي. وانا بقى بحب جو اسكندريه في الشتاء، بجد مزاج عندي وديني اسكندريه في الشتاء. فالمهم ان انا المفروض اجازه نص السنه كنت هروح بقى كده اتفسح في اسكندريه.
بس جه بقى دور التعب اللي اخدته ده يعني بوظ خطط كتير جدا كنت ناوية اعملها. فالحمد لله على كل حال، متعوضة ان شاء الله في وقت تاني. ومش عايزة بقى ايه فرحتي بقى بأجواء رمضان والأجازة تنسيني ان يوم السبت الجاي بداية الترم التاني، وهننزل بقى المدارس. ويعني مش عايزة اقول لكم نبدأ بقى نصحى الساعة 6 صباحا، وطول بقى اليوم على التليفونات مع البنات، انتي فين، انتي رحتي فين، انتي جيتي منين. السكرتارية بقى تبدأ ترن عليا وبيبقى موال كبير. فكل سنة وانتم طيبين برضو بمناسبة الترم التاني. ربنا كده يحفظ ولادنا ويقوينا عليهم كده وينجحهم ويبقوا أحسن الناس. ولفينا بقى في دمنهور وشوارع دمنهور، وعايزة اقولكوا لفيت على كل الهايبرات اللي بحبها في دمنهور، واخدتكم معايا كمان اسكندرية، وتمشينا بقى في شارع البحر وعند كارفور، ورحنا على كوبري ستانلي. دلوقتي رمضان كل يوم اعملوا حاجة ان شاء الله كده الوقت ايه ما يجريش مننا، ونعمل كل اللي نفسنا فيه، وتنعاد علينا جميعا الأيام بألف خير. أشوفكم على خير ومع ألف سلامة.